السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ورق عنب لسه طالع بشاير. انا عندي 4 بصلات كبار مقطعهم ناعمين، حطيتهم على النار بسمنة وشوية زيت. بعد ما دخلوا في الصفار كده شوية يعني دبلتها شوية، حطيت شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل اسمر، شوية كزبرة ناعمة. تمام. اهي كده بقت معايا كده البصلة دبلة. دينا عندي بقى طماطم، انا كنت عندي في الفريزر مفرزاها، هحطها كده زي ما انتوا شايفين واخليها تتسبك شوية مع نفسها. خلاص هي كده خلصت. تمام. بصوا بقى، ادي ورق العنب لسه جايباه النهارده، بنيتش اهو بشاير لسه. بصوا بعملكوا بطريقه سهله جدا. هجيب خله كبيره بتاعت شيش طاووق، وهبتدي هخرم كده ورق العنب اللي معايا لغايه لما اخلص كل الكميه اللي معايا، وعلى ميه مغليه وهحطه. هلف بقى يمين وشمال بالخله. ايوه كده، وزي ما انتوا شايفين لغايه لما كل الورق العنب يستوي. كده كده القطه معايا اتسبكت. حطيت لها الملح بقى، انا حاطه لها شويه بهارات. بصوا بقى، انا بجيب من العطار حاجه اسمها خلطه محشي، دي حاجه في منتهى الجمال، بتغير طعم المحشي خالص. تماما كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى عليها بعد ما هديت على الرز، هقلبها كويس، واخر حاجه احطها هي الخضره علشان ما تتبلش معايا. تمام. خلاص انا كده خلصتها. هجيب بقى ورق العنب. خلاص كده كنت غسلته وشلته من الخله وحط في الطبق بكل سهوله. بصوا بقى، احنا بنحشي من على الناحيه الخشنه، يعني الناحيه ناعمه من بره والناحيه الخشنه من جوه. تمام كده زي ما انتوا شايفين. المهم تلمي الجناب وتمسكي كده، يعني تشديه كويس انتوا بتلفيه علشان ما يتفكش منك وهو بيستوي. اهو شايفين الصباع. بصوا بقى، هتحدى اي شيف في مصر يطلع الصباع الصغير كده قد عقلة الصباع بالظبط. شايفين؟ ودي حاجة انا مشهورة بيها جدا. ورق العنب لازم اعمله صغير جدا، معرف شكله كبير. وكده بقى خلاص، وحطيته على النار وحطيت له الشوربة بتاعته. يا دوب ايه، خليه سوى الشوربة، يعني ولا ده اعلى ولا ده اعلى، الاتنين سوا بعض زي ما انتوا شايفينها كده، علشان يستوي كويس معاكي والمية ما تزيدش فيه. والعيال ما بيحبش الشوربة الزيادة. هنا كده استوى تماما وخلص. يا رب يكون فاتكم بأي معلومة.